ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. وفيديو النهارده هكلمكم عن كل انواع الهير ماسك اللي انا استخدمتها في حياتي كلها، مش دول بس، لسه في تاني بس يعني العلبه ما كفتش اكتر من كده. المهم انه عايزه اقول لكم الجو بصراحه بالنسبه لي في العادي حرفيا كنت هقعد ومش هعمل اي حاجه، فانا صورت فيديو كنت بتكلم فيه فضفضه كده معاكم. كنت مستنيه النور يجي لانه حرفيا تقريبا مفيش نور اصلا. استنيت النور يجي عشان اشغل الرينج لايت. بما اني اولا عايزه اشجعكم على ان احنا نجيب حاجات يعني تبقى مصريه وتبعنا، والحاجه التانية عشان اروق الدنيا انه بجد العلب دي عندي بقالها شهور، وانا من النوع اللي ببقى محنتفه قوي في التنظيف ولازم التفاصيل وانضف واعمل، فانا محتاجه ان انا اتخلص من ده. والحاجه الثالثه انه عاده لو الجو ده كده يعني الاجواء العامه كده، ولا كنت هصور ولا هعمل اكل ولا كنت هعمل اي حاجه، كنت حرفيا هقعد في مكاني واستسلم للمود والاكتئاب والجو مش تمام، فانا مش هعمل اي حاجه. فاللي احنا عايزين نشجع بعض عليه الفتره اللي جايه انه مهما كان الظروف حوالينا عامله ازاي، مهما كنت حاسه ان انت مكتئبه او متضايقه او الدنيا مش ماشيه زي ما انت عايزاها، برضو نحاول على قد ما نقدر نقوم ونشتغل ونعمل اللي علينا، على الاقل عشان نبقى في اخر اليوم حاسين ان احنا عملنا المسؤوليات اللي علينا، مش يوم كده ضاع من عمرنا على الفاضي وخلاص. فاحنا النهارده دلوقتي هنتكلم عن كل انواع الهير ماسك اللي انا جربتها، ومش هتكلم بقى من الاوحش للاحسن وكده، لانه كده كده في انواع حتى لو هي احسن حاجه في الدنيا احنا ان شاء الله مع بعض هنقدر ان احنا نستغنى عنها تماما. مش هنرجع في موضوع المقاطعه ده، يعني ناخد وعد كده على نفسنا، اتقوا الله قدر ما استطعتم على قد ما نقدر في اضيق الحدود، اللي هو يعني خلاص مفيش دواء اي حاجه مهمه فعلا خلاص يعني ان شاء الله ربنا يسامحنا فيها. انما في حاجات لا بجد في بدائل كتير واحسن كمان منها، يعني فليه ما نشتريهاش. فالنهارده هنتكلم عن كل انواع الهير ماسك اللي انا جربتها، مش هتكلم من الاحسن للاوحش او العكس، اللي هيطلع في ايدي هنتكلم عنه وخلاص. وفي النهايه هقول لكم ايه بقى ترشيحاتي لافضل انواع هير ماسك ممكن احنا نعتمد عليها، واهم حاجه ان هي تبعنا. بس في تريكات وحركات وحاجات بجد انا ما كنتش اعرفها، وكنت بستخدم الهير ماسك بجد بطريقه غلط، ما كنتش باخد منه فعلا النتيجه الكويسه. فانا حسيت لو جمعت لكم الحاجات دي مع انواع الهير ماسك احنا كده هنقعد لنا ساعه بقى في الفيديو. فالنهارده هنتكلم بس عن انواع الهير ماسك اللي انا جربتها، تجربتي معاها، وارشح لكم افضل انواع. وان شاء الله في فيديو تاني هكلمكم بقى عن التريكات والحركات اللي بجد هتخلي اي هير ماسك يديكي بجد احلى نتيجه، اللي هو هتلاقي شعرك كده ايه مهفهف كده شمال ويمين وريحته جميله، وهتاخدي افضل نتيجه بجد. فخلينا يلا على طول نبتدي. مبدئيا اول هير ماسك حابه ان انا اتكلم عنه هو الهير ماسك ده. كان جاي لي مع مجموعه منتجات روسي، كميته حلوه، وكل اللي اقدر اقوله لكم عامه في المنتجات اللي هي الروسيه، انا مش عارفه روسيا تبعنا ولا مش تبعنا، المهم يعني كل اللي اقدر اقوله لكم في الهير ماسك او اي مرطب بجد حرفيا روسي، ومشطار قوي في الحاجات اللي هي بتدي ترطيب عالي جدا جدا للبشره بقى، للشعر، للجسم، تحسي كده ان انت ماسكه حاجه من الطبيعه وبتستخدميها. كانت العطور طبعا اللي بيحطوها ايه، بصوا بقاله مثلا سنه العلبه دي، يمكن اكتر كمان من سنه، ده كان عندي من ايام ما كنت في الشقه اللي قبل دي، بقاله مثلا اكتر من سنتين، وفتحته وبصوا فاضل فيه اخر حبه وحرفيا ريحته لسه جميله. فهو كان جميل في الترطيب وجميل في الريحه، حلو قوي. وده المفروض ان هو كان هير جروث ماسك، لا يعني ما شفتش قوي حوار ان هو بينبت شعر او حاجه، بس عامه يعني كانوا حلوين قوي في الترطيب. بس انا مش متاكده يعني اذا كان روسيا تبعنا او لا، وكده كده اساسا هم مش عارفين يجيبوا المنتجات المستورده بقالهم فتره، فمش اشكال، ممكن احنا نستغنى عنه عادي جدا. فده يعني كان من الحاجات الكويسه اللي انا جربتها، بس لو مش تبعنا طبعا مش هرجع اكرره، وكده كده زي ما بقول لكم مش عارفين نكرره. من احلى انواع الهير ماسك اللي كنت بحبها حب، اللي هو يعني من اوائل الحاجات اللي استخدمتها، وفي نفس الوقت لما جبته تاني حطني في موقف محرج. هقول لكم بصوا، مبدئيا هو الهير ماسك ده، وعايزاكم تاخدوا بالكم كويس قوي من شكل الباكجينج وحجمها. دي القديمه اللي كانت عندي اللي هي خلاص اصفرت حرفيا من جوه، من يعني عشان بقالها سنين، ودي الجديده. الهير ماسك ده اللي هو بالمايونيز، هير مايونيز. وعلى فكره في ناس بتاخد المايونيز وتحطه في وصفات على الشعر وكده، اللي عرفته مؤخرا الموضوع ده غلط جدا، ولازم المايونيز يبقى بتركيز معين عشان ما ياخدش شعرايه ويقع، يطريها زياده عن اللزوم، فاللي هو يوقع الشعرايه. المهم كان بالنسبه لي حلو جدا وريحته جميله وبتفكرني بالزمن الجميل، كنت بحبه قوي. فالمهم واحده من صحباتي قالت لي انا عايزاكي ترشحي لي هير ماسك كويس وكده، فانا بقى ايه محوشه العلبه دي، يعني محوشاها،
وكنت لسه جايبه دي، فاستخدمته مره في التانيه لقيت انه شعري بجد بيهيش ومش مترطب ومش حلو. ايه ده؟ يعني ده اولا كان بيدي فرد كده للشعر شويه، كان بيديله ترطيب، كان بيديله ريحه حلوه، كانت كميته حلوه وسعره حلو، كان بالنسبه لي ما فيهوش غلطه حرفيا، وارشحه لاي حد. يعني انا الحاجات اللي برشحها حاجات يعني واثقه مليون المية ان هي فعلا كويسه، خاصه الناس اصحابي وكده يعني ما بجربش فيهم. فالمهم قلت لها ايه، هاتي الهير ماسك ده وده تحفه وبتاع. المهم طلبته فعلا اونلاين وجابته. وبعدين انا بقى كنت في الفتره دي لسه برضو طالبه دي وما كنتش بستخدمها عشان كنت بستخدم حاجات تانية. معلش بطول شويه في القصه دي بس عشان يعني حتى لو مش تبعنا كده كده يعني حتى لو مش تبعنا كده كده خلاص مبقاش له لازمه يعني وبلاش تشتروه، لان زي ما احنا عارفين في حاجات بتبقى كويسه جدا بعد كده الكواليتي بتاعتها بتقل او بتبقاش حلوه زي الاول. فده بقى منهم. هي قالت لي على فكره الهير ماسك، قالت لي انا عايزه حاجه ترطب الشعر وبس وتديله ريحه حلوه وكده. فقلت لها على الهير ماسك ده، فجابته. فبتقولي على فكره هو ما كانش حلو معايا خالص وكان بيهيش لي الشعر ومش بيرطبه. فعلى فكره لو انت بتحبيه يعني انا لسه عندي العلبه زي ما هي، استخدمت منها مرتين، خدي العلبه لو انت شعرك جاي عليه. يا ربي على الاحراج. انا نفس اللي حصل معايا بالظبط، هيش لي شعري ما ادوش ترطيب. في ايه؟ فين العظم اللي كان بيعملها ده؟ فهو ما بقاش حلو خالص خالص زي الاول، ما بقاش حلو لدرجه ان انا كمان برضو حتى العلبه اللي عندي استخدمتها بتاع مرتين 3 عشان اتاكد ان انا مش ظلماه، ومش عارفه احطه على شعري، مش عارفه احطه من كتر ما هو فعلا ما بقاش حلو يعني زي الاول. فده كان بالنسبه لي ماي فيفورت ومن اكتر الحاجات اللي كنت بحبها كهير ماسك. دلوقتي للاسف الكواليتي بتاعته قلت، حجمه قل، سعره بقى اعلى طبعا عشان الاستيراد ما بقاش يدي النتيجه زي الاول، ملهوش اي لازمه، ما تجيبهوش. لو كنت برشحه زمان كان فعلا الكواليتي بتاعته مختلفه، انما دلوقتي بقى حاجه سيئه فعلا يعني. من الانواع اللي جربتها وكانت حلوه فعلا اللي هو ده من لوريال باريس. دي الحاجات بقى اللي تحسوا ان هي ايه، نظيفه كده ومتكلفه، مش اي هير ماسك عادي زي الحاجات اللي احنا بنجيبها. لا ده تحسوا ان هو بقى ايه، حاجه فعلا بتدي ترطيب مكثف للشعر. كان بالنسبه لي حلو وكل حاجه، بس كان بالنسبه لي كميته لا انت قليل قوي على سعرك. يعني انا كنت جايباها مش فاكره من كام سنه، كان ب 300 جنيه. كانوا 300 وقتها رقم، كانوا 300 وقتها يجيبوا لي علب من الهير ماسك. فكده كده لوريال من اكتر الشركات اللي مش معانا اصلا، فمش هكرره. فاحنا عندنا كذا حاجه بقى من لوريال، خلاص ناخد نفس المبدا. انا بس بقول لكم كانت تجربتي معاها عامله ازاي. يعني بالنسبه لي كان فعلا بقى حاجه ايه، تحسوها ان هي علاجيه للشعر، مش مجرد حاجه تديكي ترطيب وخلاص. بس طبعا لوريال مش معانا، وكده كده انا كنت مستغليه سعره لانه في حاجات بدايل وبرده تديكي نفس الحاجه. اصل يعني في النهايه تحط على شعرك ايه، تلت ساعه نص ساعه وخلاص وتاخدي منه الترطيب اللي انت عايزاه. طب نكمل بالمره حاجات لوريال عشان نخلص منها. تمام. كان في برده الهير ماسك ده، بصراحه مش هقدر اقول لكم ان هو وحش، يعني هو كان حلو لدرجه ان انا يعني باخده كده على استحياء، مش عايزه اخلصه. عارفين انتوا الحاجات اللي بنبقى خايفين عليها ان هي تخلص لحسن ايه ما نلاقيهاش تاني، او مثلا ما نعرفش نجيبها او كده. فهو بالنسبه لي حلو لدرجه ان انا ما كنتش عايزه اخلصه، اللي هو بزيت الجوجوبا. على الرغم انه الشامبو بتاعه مش عارفه لما جبته تاني طلع لي قشره من كتر ما هو فعلا بيدي ترطيب عالي. فكده كده الهير ماسك بيتحط على نص الشعر التحتاني، ما بيجيش خالص ناحيه الفروه، فكان تاثيره اللي هو الترطيب المضاعف اللي هو بيديه ده. فهو كان كويس، بس كده كده مش هنكرره، وعندنا بدايل كويسه بجد. وطبعا كان في اللي هو دريم لونج الهير ماسك ده برضو كان حلو قوي. اللاين اصلا الاورنج ده انا كنت بحبه قوي، بس انا شايفه البديل الانسب والاجمل والاحلى حاجتين، حاجه طبيه من الصيدليه والحاجه التانيه اللي هو منتجات ايفا. بجد بجد حلوه قوي يعني. حتى كنت لسه بكلمكم عن منتجات الشعر اللي خلصتها في فيديو من قريب، قلت لكم بجد ايفا بالنسبه لي زيها زي لوريال بالظبط، متوفره، سعرها كويس، كميتها حلوه، وبتدي برضو نتيجه كويسه. فده بالنسبه لي زي يعني خلاص مش هكرره خلاص. كنت بحب ريحته، يعني كان بيقعد في الشعر. يعني لما كنت بستخدم الشامبو والكونديشنر والهير ماسك واحط كان في منه كريم كده وكان في منه سيرم، لما كنت بحط الحاجات دي انا بحب قوي شغل المجموعات ده، خاصه في الشعر في الجسم، بيعزز الريحه الحلوه وبيعزز الترطيب وبيعزز النتيجه اللي هو بيديها لك. فانا كنت بحب قوي استخدم اللاين ده كله، المجموعه كده كلها مع بعضيها كانت بتديني نتيجه حلوه وريحه حلوه بتقعد في الشعر. بس لوريال مش معانا، البديل زي ما اتفقنا هي منتجات ايفا. في ايه تاني؟ هو ده اتكلمت عنه، ده اعتقد برضو كان من الحاجات اللي يعني ده كان من الهير ماسك برضو اللي هي الحاجات الروسي. بجد كان جاي لي كده كوليكشن، قعدت بتاع سنه بستخدم فيه من حلاوته. حاجه محتفظه بريحتها وبجمالها لحد دلوقتي.
يا لو روسيا تطلع معانا زي المانيا. عندهم شويه منتجات حلوه قوي، حلوه قوي قوي، يعني من احلى المنتجات اللي جربتها في عمري كله. يعني فعلا بيعملوا حاجه كده بخيرها كده المهم يعني ده نفس الكلام اللي قلته على اول 2 هير ماسك اتكلمنا عنهم اللي هي المنتجات الروسي، هو بقى نفس الكلام. المهم في كمان بليس اعتقد ان هو تبعنا، صنع في مصر. بصوا بقى انا ما بحبش اصلا منتجات الشعر بتاعت بليس على فكره بقى، ولا بحب. كنت بحب نوع شامبو واحد بس كنت بستخدمه وانا محجبه، يعني مش وانا محجبه، كان هو اللاين اللي اول ما نزل قالوا ان هو بتاع المحجبات. وقتها كان حلو قوي، ما اعرفش ليه جبته من قريب ما كانش عاجبني، بس كنت بحب ريحته قوي وكنت بحب تنظيفه كده للشعر. ده على فكره يعتبر ملهوش ريحه يعني. بالنسبه لي ترطيبه بصراحه متوسط اقرب للضعيف، بس هو بالنسبه لي افضل حاجه استخدمتها غير الشامبو والكونديشنر، دول ما بحبهمش اصلا من بليس في الغالب يعني. لكن الهير ماسك الى حد ما يعني ممشي حاله على سعره، عارفين الحاجات اللي ممشيه حالها، مش مبهره ومش اللي هو مثلا ادتني نتيجه وحشه، لا يعني كان كده كده متوسط يعني. فلو مصري وتبعنا ممكن نديله فرصه تانية. طيب ايه تاني؟ في الهير ماسك ده اللي هو فشكول او فشكول اسمه فشكول باين. المهم ده عايزه اقول لكم ده بقى حرفيا اللي اتقال عليه اول هير ماسك جربته في حياتي كلها. كانت الميك اب ارتست هي بقى اللي عامله لي ايه زي روتين كده للجسم بقى وللشعر وللبشره والكله، فهي اللي كانت دايما بترشحهولي وحطتهولي على شعري، وكان تحفه كان تحفه. وكانت بتقعد تقول لي لو تقدري تجيبي اللي هو من بره، صنع في لبنان تبعنا الحمد لله، بتقول لو تقدري تجيبي اللي بيجي من بره احسن بكتير من اللي موجود هنا. يعني لو حد مثلا نزل من السعوديه قولي له يجيب لك واحد، يعني تحسوا ان هي اللي هو ايه الفرز الاول والفرز الثاني او اصدارات او كده، فاللي من بره طبعا احلى بكتير من ده. انا بالنسبه لي ان هو ريحته حلوه، كميته كبيره، على سعره حلوه، الدنيا ماشيه تمام، تاخدي منه ترطيب، بس ما بقاش برضو في قوه اللي كنت بشوفه زمان، او يمكن وقتها ما كنتش عارفه فما كنتش عارفه اقارن، فكان بالنسبه لي احلى حاجه وهو اداؤه متوسط حتى من زمان ما اعرفش. بس انا لا فاكره زمان كانت ريحته اقوى من كده، حتى كنت بخاف من فكره ان هو بالثوم، لا كان ريحته حلوه عادي جدا حتى لو بالثوم، وكان ترطيبه حلو، وكان بالنسبه لي كميته حلوه. انما دلوقتي حاسه ان هو متوسط وعادي. فلو تابعنا ممكن تدوا لنفسكم فرصه ان انتوا تجيبوه. انا كنت جايباه من هايبر من كام شهر كان موجود يعني. في كمان الهير ماسك ده اللي هو من اكرينال، انا مش عارفه اكرينال تبعنا ولا مش تبعنا ولا ايه نظامها، كانت منتجاتهم حلوه للشعر. يعني الهير ماسك ده بالنسبه لي اقل واضعف حاجه، لا عندهم لاين بصراحه للشعر حلو، وعندهم كمان للرموش، وكان عندهم اول ماسكارا طبيه جبتها في حياتي كانت من اكرينال، يعني حلوين. بس انا ما اعتقدش ان هم تبعنا، مش عارفه انتوا قولوا لي، بتهيألي مش تبعنا لا. فسيبنا منه، في حاجات تانية، في بدايل لسه الموضوع مخلص. طيب في بايو، ده انتاج مصري صح؟ بايو بصوا اعتقد بايو ده تبعنا، مش عارفه. بايو هير كير جميل جدا جدا جدا، يا ريته تبعنا يا ريته. في بجد ماركات، شويه ماركات غريبه كده انا مش متاكده ايه نظامها، بس لو الهير ماسك ده تبعنا حلو قوي 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 قوي، وكميته حلوه كده وكبيره، وكان سعره حلو قوي. يعني انا فاكره انا كلمتكم عنه في العيد اللي قبل اللي فات باين، كنت لسه جايباه، كنت لسه اول مره اجربه باين، كان حلو قوي معايا، ولسه لحد دلوقتي قاعد، لان انا طبعا بقعد اجرب في حاجات تانية، قاعد وريحته حلوه وبيدي ترطيب كده وريحه حلوه قوي قوي للشعر. فلو بايو معانا هيبقى تحفه زي الفل. قولولي معانا ولا مش معانا، عشان لو كده انزل اجيب باقي انواعه، عشان هو في منه انواع كتير، بس ده اللي انا كنت جايباه يعني اللي هو بالشيا باتر وذ كوكونات اند شيا باتر، بس اعتقد كان في منه حاجات تانية. فلو تابعنا هيبقى زي الفل يعني، هنضيفه بقى لقائمه المفضلات بتاعتنا من الحاجات اللي هقول لكم عليها دي. في تاني في اللي هو ده اللي هو ايه بقى، ده صنع في مصر تمام. هيربل اسنس معانا ولا مش معانا؟ في ماركات كده محدش بيذكرها خالص يا جماعه، طب هي تبعنا ولا مش تبعنا ولا نعمل ايه دلوقتي؟ المهم ده كانت واحده صاحبتي جايبهولي، قالت لي مش عارفه كان جايلها 2 باين، فادتهوني. بالنسبه لي ريحه، يعني هو بالنسبه لي ريحه حلوه للشعر، مود حلو وانت بتستخدميه، انما كترطيب مش اقوى حاجه، وحتى القوام بتاعه تحسوا ان هو ايه كونديشنر كده في نفسه، مش ان هو هير ماسك. عارفين انتوا القوام اللي هو بيبقى عامل زي البلسم كده، مش قوام كريم، هو ده عامل زيه. بس طبعا كميته كبيره وسعره حلو وريحته حلوه قوي،
بتقعدش في الشعر قوي، بس بقول لكم يعني بتديكي مود حلو كده وانت بتستخدميه. فاوكي يعني ما اعرفش بصراحه هو تبعنا ولا مش تبعنا، بس لو هيربل اسنس تبعنا ممكن تحبوه، يعني ممكن تجربوه، ممكن تحبوه. اكتر فيديو محتاره فيه، مش عارفه ايه اللي تبعنا وايه اللي مش تبعنا. اكتر فيديو حرفيا الفيديو ده، شوفوا بقول لكم المفروض اصوره من امتى، من كتير، من اول ما بدات سلسله المقارنات دي. لو انتوا وصلتوا لحد الدقيقه دي من الفيديو ومتابعين السلسله بتاعت المقارنات دي من اولها، قولوا لي تحت في التعليقات، هفرح وهجيب ناس تفرح معايا. المهم اخر هير ماسك معانا هما 2 من شركه ايفا. اول واحد وده كل الناس تقريبا اتكلمت عنه، جس وات ما عجبنيش. لا عجبني وكل حاجه وترتيبه تمام لطيف، بس هو القوام بتاعه بصوا عامل برضو زي اللي هو هيربل اسنس، قوامه كونديشنر اكتر منه هير ماسك. مش دي مشكلتي معاه، مشكلتي معاه في الباكجينج. انا ما بحبش بصراحه جو الاكياس والكلام ده. يعني بتاع لوفيا ده، اعتقد لوفيا اصلا مش معانا، ولا كان لوفي ولا لوفيا. المهم ده كنت بحبه، بس كنت بجيب الكيس واقصه واستخدمه واخلص، او يعني استخدمه مره واقفل الكيس وكده واخلص. انما ده صعب قوي في الاستخدام، ما بحبش انا الشغل ده. بس عامه في ناس كتير بتحبه، هو فعلا بيدي ترطيب حلو، بس مش احلى من ايفا كيراتين ده. ايه ده؟ ايه العظمه اللي ايفا عاملاها دي؟ وفي واحد منه تاني بالارجان، وانا كنت جايبه بقى السيروم اللي هو بالارجان اللي هو لونه بيربل كده، بس ده باكله حرفيا من حلاوته. الحاجات برضو اللي خايفه عليها ان هي تخلص. جميل جدا 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 جدا، جميل، ريحته ناعمه ورقيقه وبيدي ترطيب. بصوا بقى شايفين القوام بتاع ده؟ اوريكم طيب القوام اللي هنا ازاي. لا هقول لكم، عشان هو بتاع هيربل اسنس ده عامل زي ايفا اللي هو في الاكياس ده بالظبط، وهقول لكم برضو في فيديو زي بجد نعلي الترطيب بتاعه. بصوا واضح لكم الفرق، يعني حتى الفرق في اللون واضح برضو اهو. ده لونه كده على شفاف كده، تحس ان هو كونديشنر في نفسه. ده كريم حمام كريم فعلا. فبالنسبه لي ده احلى بكتير بصراحه من الاكياس اللي هو بتاع ايفا، وده اللي ممكن نكسبه معانا في فيديو النهارده في المقارنه، انه يعني كاحلى هير ماسك انا استخدمته وتبعنا. يعني اهم حاجه ان هو تبعنا، هو بجد بتاع ايفا كيراتين ده. عايزه بقى اجرب اللي هو بالارجان، عشان واثقه برده ان هو ان شاء الله هيطلع حلو برده، لان انا جربت حاجات من المجموعه دي وعجبتني قوي. بس بالنسبه لي توب 1 بتاع ايفا بجد، يعني يستاهلوا الواحد يتكلم عنهم كده ويرشح بقلب جامد، وانتوا بقى تروحوا وتجربوا ان شاء الله يعجبكم. بس كده احنا يعني الفيديو كده يعتبر لسه ما خلص، لازم تتفرجوا على بارت 2 عشان تعرفوا ازاي بجد تاخدوا من اي هير ماسك بقى. يعني في اكيد انواع تانية كتير انا مجربتهاش، وبرده تبعنا ازاي تاخدوا منهم احسن نتيجه بالطريقه بقى اللي هقول لكم عليها دي ان شاء الله. يعني مش طريقه، هم 10 حاجات بصراحه، بس انتوا عارفين بحب ارغي وبتاع، فالموضوع بياخد وقت، فان شاء الله هعمله في فيديو تاني. قولوا لي بقى انتوا دلوقتي تحت في التعليقات ايه احلى هير ماسك انتوا جربتوه، يكون متوفر، سعره حلو، بيدي نتيجه حلوه، واهم حاجه ان هو يكون تبعنا عشان كلنا نستفاد من بعض. ولو انتم متابعين الفيديوز بتاعت المقارنات من بدايتها وبتحبوا السلسله دي، قولوا لي تحت في التعليقات عشان تشجعوني كده ان اعمل لكم منها ان شاء الله الفتره اللي جايه فيديوز اكتر. لسه في انواع السيرم والتونر، بس في حاجات كتير قوي هنعمل ما بينها مقارنات. المفروض كانت تخلص بصراحه قبل حوار المقاطعه ده، وكنت هقول رايي بقى وكده، بس الواحد حاسس ان هو بيتحجم شويه في الكلام بسبب انه مش يعني متلخبطين، مش عارفين ايه تبعنا وايه مش تبعنا. لو اي حاجه قلت عليها تبعنا وهي مش تبعنا قولوا لي، ولو حاجه قلت عليها مش تبعنا وهي تبعنا يا ريت تقولوا لي، يا ريت، خاصه لو كان حاجه يعني انا بحبها. بس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.